ده هو ايتو، ولد في الثانويه لا بيه ولا عليه، وكان لسه منضم للاكاديميه جديد في مدينه خاصه اسمها ستار سيك. المدينه دي بتجمع فيها البشر اللي عندهم قوه جسمانيه خارقه وبينضموا للاكاديميه علشان يزودوا قوتهم. وفي اول يوم وايتو بيتمشى في الاكاديميه فجاه بيقع عليه منديل من الاوضه اللي فوقيه. بيستخدم ايتو قوته السحريه وبيطير هناك في نفس اللحظه علشان يرجع المنديل لصاحبته، بس بيكتشف ان صاحبه المنديل دي بنت وكمان دخل عليها وهي بتجهز نفسها علشان تروح الاكاديميه. فبيتوتر ايتو بيحاول يبرر لها انه جه عشان يديها المنديل، ولكنها بتتعصب عليه وبتخليه يلف لحد ما تكمل تجهيز نفسها، وبعدها بتساله منديل ايه اللي بيتكلم عنه. فبيناولها المنديل اللي وقعه قوي. لما بتشوفه بتحس البنت بالراحه وبتشكره بشده وبتقول ان هي ممتنه ليه لان المنديل ده غالي عليها قوي. بيرد ايتو بيقول لها ان مفيش داعي، بس بيتصدم لان في نفس الثانيه بتهجم عليه بتقول له استعد بقى يا حبيبي اللي انت عملته. فبيهرب ايتو بسرعه قوي لما بيحس بهلتها المخيفه، ولحسن الحظ بيتفادى الهجوم ده في اللحظه المناسبه. بس البت بتنزل وراه بتقول له ما توقعتش انك تكون قوي كده، جهز نفسك بقى علشان انا ناوي اكون جد معاك. ولكن ايتو كان هيتجنن عيني ومش فاهم هي بتعمل ايه اصلا. فبنت المجنونه كانت بتشكره وممتنه ليه من ثواني وفجاه اتحولت كده. فالبت المجنونه بتقول له انا لسه ممتنه فعلا، بس في النهايه انت دخلت اوضه البنات من غير استئذان علشان تتجسس عليهم ولازم تدفع الثمن بحياتك. وبتطمنه بتقول له ما تقلقش الموضوع هيخلص بسرعه. فبيحس ايتو ان هي مجنونه وهتحمسه بالنار بتاعتها، فبيقول لها ان هو لسه منقول للمدرسه ومش عارف ان دي اوضه تبديل البنات اصلا. فبتقول له ان هي مصدقه، بس ده ما يمنعش ان هي لسه غضبانه، وعشان كده بتصمم ان هي تدخل معاه في معركه رسميه. وبتقول له ان هو لو كسبها وقتها هتقبل العذر بتاعه وهتخليه يمشي بسلام، ولكن لو كسبته هتعمل فيه اللي هي عايزاه. بيتجمع الطلاب حواليهم وبيقول لها ايتو ان هو مش معاه سيف، فبيرمي له واحد من الجمهور السيف بتاعه وبيقول له يلا انطلق. وللاسف بالشكل ده مفيش مفر قصاد ايتو، وبيضطروا انه يقبل التحدي بتاعها ويبدا النزال. والمدرسه اللي هم فيها مشهوره بالنزالات الرسميه اللي زي دي، والشخص اللي يقدر يدمر شعار التاني هو اللي بيفوز وقتها. وعلشان كده ما كانش حد مستغرب المعركه اللي بتحصل، ورغم ان ايتو كان لسه طالب جديد على عكس البنت بنت المجنونه اللي اسمها جوليس، ولكنه عارف يصد هجماتها بشكل كويس. كانوا كل الطلاب فاكرين ان جوليس بتتهاون معاها، لكن ده ما كانش حقيقي. فاي حد غير ايتو كان زمانه اتحمس وتحول لرماد دلوقتي. فبتحس جوليس ان في حاجه غريبه وفجاه بتهجم عليه كره ناريه ضخمه، بس على غير المتوقع ايتو بينطلق ناحيتها ومش بيحاول يتفاداها، ولكن مش بيتصاب رغم ده. ولكن فجاه ومن مكان بعيد بينطلق سهم دون ناحيتهم، فبينقذها ايتو في اللحظه الاخيره. ومش بيعرفوا مين اللي رمى السهم ده، ولكن جوليس بتتعصب. بنت المجنونه بتتعصب على ايتو بسبب تصرفاته، بس قبل ما يكملوا القتال بتوصل رئيسه الطلبه واللي اسمها كلوديا وبتوقف القتال ما بينهم. بتقول لها ان ايتو لسه ما خلصش الاوراق بتاعته، وده معناه ان هو لسه مش طالب بشكل كامل. فبيشكرها ايتو على مساعدتها وبيروح معاها المكتب زي ما طلبت. وفي الطريق بيتعرف عليها وبيكتشف ان كلوديا دي في نفس سنه، ولكنها كانت رئيسه من وهي في اعدادي. وبعد ما بيوصلوا المكتب بتعرفوا على الاكاديميات السته، ودي الاكاديميات المشهوره اللي بينضم لها نخبه الطلبه وبيتبرزوا فيها علشان السياده. الاكاديميه بتاعتهم واحده من الاكاديميات دي واسمها السودوكان، ولكن للاسف ادائهم الفتره اللي فاتت ما كانش كويس. وعشان كده بتطلب كلوديا من ايتو ان هو يساعدهم في الانتصار، ووقتها الاكاديميه هتحقق له اي حاجه هو عايزها. ولكن بطلنا بيعتذر لها وبيقول لها ان هو مش مهتم بالحاجات دي، وبيسالها اذا فعلا كانت اخته موجوده هنا في الاكاديميه. فبتوري له البيانات بتاعتها وبتقول له ان هي انضمت للمدرسه من 5 سنين، ولكن بعد 6 شهور مشيت بسبب ظروف شخصيه، وان باقي بياناتها اتمسحت. وبتوري له المكان اللي بيجربوا فيه الاسلحه، وبتوري له السلاح بتاع اخته كمان، وبتقول له ان اي طالب بيجرب السلاح هناك بتتحفظ بياناته. يعني البيانات بتاعت اختك دي من 5 سنين، واكيد دلوقتي هي مش موجوده معانا في المدينه. فبيحس ايتو بالحزن اللحظات، ولكن بعدها بيشكرها بيقول لها انه ما كانش جاي يدور على اخته من الاساس. فبتساله امال انت جاي ليه؟ فبيقول لها انا جاي ادور على الحاجه اللي عايز اعملها. فبتقول له ان بالشكل ده انت محتاج سلاح وعندك اولويه انك تستخدم سلاح من الاكاديميه كمان. فبيطلب منها يجرب السلاح اللي هي ورته له لو ينفع، وبالفعل بتوافق، بس بتدي له سيف تاني مؤقتا. بيسالها عن الاوراق اللي كان المفروض يعملها، ولكنها بتضحك وبتقول له يا راجل دي كانت كدبه بيضاء علشان اخرجك من المشكله اللي انت كنت فيها. بيروح ايتو بعدها للفصل بتاعه زي المتوقع، هيشوف مين هناك. ايوه جوليس، ولكن المعلمه بتخليه يروح يقعد جنبها كعقاب ليها لانها عملت مشكله معاه الصبح. فبتتعصب جوليس من اللي حصل، بس في اخر اليوم بتشكر ايتو على انقاذها وبتقول ان هي مديونه له وهترد له الدين ده وهتنقذه في مره، وبعدها بتسيبه وبتمشي. فبيضحك زميله اللي وراه بيقول له ان ده الطبيعي بتاع الاميره، وبعدها بيعرف نفسه بيقول له ان اسمه ايشيرو وهيكون زميله في السكن كمان. بيروحوا مع بعض وفي الطريق بيتكلم ايتو معاه بيساله ليه الكل بينادي جوليس بالاميره. فبيقول له ايشيرو ان هي اميره بالفعل، ولكن لبلد في اوروبا. ايتو بيستغرب انه عارف كل المعلومات دي عنها، ولكن ايشيرو كان عارف كل المعلومات دي لانه كان عضو في نادي الصحفيين. ايتو بيكون مستغرب انضمام الاميره للاكاديميه بتاعتهم، فبيقول له ايشيرو والله يا ابني احنا كلنا عايزين نعرف السبب، بس هي مش بتسمح لاي حد يتكلم معاها. بتتعامل مع اي حد باسلوب وحش، واي حد مش بيقبل الطريقه بتاعتها دي بتدخل معاه في نزال، ولكنها بتنتصر في الاخر لحد ما بقت المركز الخامس في لمح البصر. فبيفتكر ايتو القتال بتاعه، بيخرج السيف اللي اترمى له بيرجعه لايشيرو وبيشكره لانه ساعده، بس ايشيرو بيستغرب ازاي عارف ان السيف بتاعه. فبيقول له عن طريق صوتك. فبيتفاجئ ايشيرو بيساله اذا كان فضل فاكره رغم كل الظروف دي، بس ايتو بيقول له انه اتعود لان اخته كانت بتحب ترجع اي حاجه بتاخدها. وفجاه وهما بيتكلموا بيسمعوا حد بيزعق مع جوليس لان هي قبلت تدخل نزال مع حد تاني غيره. فبتقول ان هي مش ناويه تدخل نزال معاه تاني، فهي كسبته 3 مرات وان النتيجه مش هتتغير مهما قتلها. وبيعرف ايتو من ايشيرو ان الواد ده اسمه ليستر، وليستر ده بقى يا سيدي يعتبر التاسع على الاكاديميه، وكمان من الاشخاص بتوع الصفحه الاولى. ورغم انه قوي ولكنه خسر 3 مرات قصاد جوليس. كان بيحاول يتحدى جوليس مره ثانيه ولكنها
كانت رافضه، فبيقول لها ان هو مش عايز يخسر قصاد واحده جايه تتسلى. فبتتعصب جوليس وبتقول له ان هي مش جايه تتسلى وتضيع وقتها، ولكنها تكسب الفيستا علشان تحقق اللي هي عايزاه. والفيستا دي يا صديقي هي المعارك الرسميه اللي بتحصل ما بين الاكاديميات. بتكون جوليس متعصبه وبينطلق منها هاله سحريه من اللهب بتخلي ايتو متفاجئ من قوتها. بس قبل ما يكملوا قتال بيخرج ايتو بيتكلم معاهم بشكل طبيعي، حتى انه بيحاول يتعرف على ليستر، ولكن ليستر كان متعصب جدا، كان عايز يقتله هو كمان، بس لما يشرب بيظهر بيحس ان هو هيصوره وهيقع في مشكله، علشان كده قرر انه يمشي وقال لجوليس ان هو ما استسلمش وهيبقى وراها قوته في يوم من الايام. ورغم ان ايتو ساعد جوليس ولكنها كانت متعصبه وبتقول ان حاسه ان هو شخص مش سهل، ولكن نظره البراءه اللي في وشه دي هتتشال في يوم من الايام، لان المكان ده مش هيكون سهل على حد زيه. فبيقرب ايتو منها وبيسالها هي ليه بتقاتل رغم ان هي اميره، فبتقول ان هي محتاجه فلوس ضروري وعشان كده بتقاتل، وكمان محتاجه تكسب معركه الفينيكس فيستا اللي جايه. فبيسالها ايشور اذا لقت شريك ليها، لان النزال ده بيحتاج فريق. فبيستغرب ايتو، بيسالها اذا كان ما عندهاش اصحاب، ولكنها بتتعصب وبتقول انه حتى لو ما عندهاش اصحاب ده ملوش دخل بانها مش عارفه تلاقي شريك، فهي مش لاقيه المواصفات اللي بتدور عليها. فبيسالها ايشور عن المواصفات دي، فبتقول انه حد يكون عنده مهارات قتال الصفحه الاولى على الاقل، والصفحه الاولى دي بيكون فيها اكتر 12 شخص بارز. بمعنى تاني ال 12 شخص دول هم اقوى اشخاص في الاكاديميه. وبتكمل المواصفات بتاعتها بتقول ان كمان يكون عنده سرعه بديهه وتفكير واراده قويه وروح نبيله زي الفرسان. واثناء كلامهم بيضطر ايشور انه يمشي، فبتكون جوليس هتمشي هي كمان، ولكن ايتو بيوقفها وبيسالها بتوتر عن طريق مسكن الاولاد. هي عين الواد جات له تروما من ساعه ما دخل الاوضه بتاعتها بالغلط. فبتضحك جوليس اول لما بيسالها، بتقول له ان المفروض كان بص على الخريطه بعد اللي حصل الصبح، فبيفضل ايتو باصص لها بدهشه، فدي اول مره يشوفها بتضحك. ولكن جوليس بتتكسف وبتتوتر وبتقول ان هي بتضحك عادي في اوقات كتير، وبعدها بتعرفه مكان السكن بسرعه. استغل ايتو الموقف بالمره وبيطلب منها ان هي تروح معاه علشان يكتشف الاكاديميه في يوم من الايام، وبالمره يلفوا المدينه شويه. بس جوليس كانت لسه مكسوفه وبتقول له ايه الهزار ده، فبيقول لها ان هي قالت له هتبقى تساعده في حاجه واحده لانه انقذها، فبتضطر توافق، وده لانه دين عليها. وبتقول له ان هي هتروح معاه تاني يوم وزياره المدينه هتكون في اليوم اللي بعده، وبالفعل بيوافق ايتو. بيرجع للسكن وبينام وبيحلم ايتو بذكرياته القديمه مع اخته لما كانت متضايقه منه لانه استخدم قوته رغم ان والده حرم عليه استخدامها. بتقول له ان عنده قوه مهوله ولو استخدمها مش هيأذي الناس بس، ولكن هيأذي نفسه كمان، وعشان كده ما ينفعش يستخدمها لما يعرف هو عايز يعمل ايه. بيسالها اذا كانت عرفت هي عايزه تعمل ايه، فبتقول له ان هي عايزه تحميه بس، فبيقول لها ان هو كمان هيحميها. وبعدها بيصحى من النوم وهو متضايق، لكنه بيقوم يتدرب وبعدها بيروح الاكاديميه. واول لما بيدخل بيسلم على جوليس، فبترد عليه السلام، وبرغم ان ده شيء طبيعي كل البشر بيعملوه، ولكن الفصل كله بيتفاجئ، وده لان جوليس عمرها ما ردت السلام على حد، ولكنها بتتعصب وبتقول لهم ان هي بترد عليهم عادي دايما. بيروح ايتو يقعد، بس بيتفاجئ لما بيشوف البنت اللي جنبه وبيكتشف ان هي سيا زميلته من ابتدائي. ولما بيسالها عن اخبارها واخبار ابوها، فبتقول ان هو اللي خلاها تيجي هنا علشان تجرب الاسلحه بتاعته الجديده، وفي سبب تاني ولكنه سر. وبعد اليوم الدراسي بتروح جوليس تتكلم مع ايتو علشان يروحوا في الجوله اللي اتفقوا عليها، ولكن سيا بتتدخل وبتقول لها ان هي مستعده تاخد ايتو وتخليها ترتاح من الموضوع ده. لكن جوليس بتفضل مصممه وبتقول ان هي مش هتخلف وعدها، بس سيا مش بتستسلم وبيفضلوا يتخانقوا مين يعرف المكان اكتر ومين هيساعده اكتر. ولكن بتيجي كلوديا وتزود الموضوع اكتر وبتقول لهم ان هي اللي هتاخده في الجوله دي وهتخلصهم من الخناقه اللي بيتخانقوها، هي اكتر واحده تعرف المكان في الاساس. لكنهم بيرفضوا، فبتمثل عليهم شويه وبتقول لايتو ان اختبارات قدرات السلاح هتكون بكره، وبتدي له مجموعه اوراق يوقع عليها بالموافقه. بالفعل بياخد ايتو الاوراق وبيسال كلوديا والاميره اذا كانوا اصحاب، فبتقول له الاميره ان هم اتقابلوا كام مره قبل كده ولكنهم ما كانوش اصحاب، وبتقول لها يا ريت تمشي من هنا. وحتى سيا بتكون متضايقه منها وعايزه هي كمان تمشي، فبتمشي فعلا، ولكنها بتقول لهم خلوا بالكم لاني هاخد ايتو بكره وهيكون ليا بس انا لوحدي طول اليوم. بيتعصبوا من طريقتها، بس ايتو بيغير الموضوع بيقول لهم ايه رايكم نروح الجوله كلنا مع بعض. بالفعل بيوافقوا وبتاخدوا جوليس تعرفوا على الاماكن في الاكاديميه، بس في نص الطريق بيعرفهم ايتو ان هو يروح يشتري لهم شويه مشروبات. فبتتكلم سيا مع جوليس وبتسالها هي ليه بتساعد ايتو، فبتقول لها ان هو انقذها وقت النزال وهي بترد له الجميل. فبتتفاجئ سيا من كلامها وبتقول لها ان مستحيل تخرج سليمه من بعد قتالها مع ايتو، فرغم ان هي قويه ولكن قوتها زيها تقريبا، وده طبعا مش كفايه لهزيمه ايتو لانه قوي بشكل كبير. فبتتضايق جوليس وبتكون لسه تدخل معاه في نزال، ولكن فجاه بيترمي عليها اسهم ضوئيه تانية، بس المره دي بتشوف الشخص المقنع اللي رماها. بتكون لسه هتهجم عليه ولكن بيجي واحد مقنع يصد هجومها وبينقذه، فبتستخدم سيا القنابل بتاعتها وبتدمر المكان تماما، وعشان كده مش بيكملوا النزال. وبيرجع ايتو بعد كده عندهم وهو مخضوض ومش فاهم ايه اللي بيحصل. وتاني يوم بيقابل كلوديا علشان الاختبار، وفي الطريق بيسالها اذا كانوا عرفوا يقبضوا على اللي حاولوا يقتلوا جوليس امبارح، ولكنها بتقول له ان هي مش متاكده، وده لان مفيش دليل وحتى الشرطه مش بتتدخل في جرائم المدرسه، وللاسف جوليس مش عايزه تساعدهم وبتقول لهم ان هي مش محتاجه تحقيق ولا اي حراسه شخصيه. واثناء كلامهم بيوصلوا لمكان الاختبار، وهناك بيقابلوا ليستر اللي كان رايح يختبر سلاح جديد هو كمان، وبيكتشف ان ليستر رايح يجرب سلاح اسمه السير فريستا واللي ايتو رايح يجربه برضه. بس اول لما السلاح ده بيظهر
بتظهر بيحس ايتو بقيود غريبه حواليه من غير ما يفهم ايه السبب، ولكن تفكيره بيتشتت لما بيشوف ليستر وهو بيختبر التوافق مع السلاح وبيلاقي ان المعدل بتاعه 32%، ولكن ليستر بيتصدم ومش بيقبل بالنتيجه دي وبيحاول اكتر من مره وفي كل مره كان معدل التوافق بيقل لحد ما بقى بالسالب. بالشكل ده بيفقد السيطره على السلاح وبيحاول السلاح انه يهاجم ايتو، لكن ايتو بيتفادى الاصابه لحد ما في النهايه بيعرف يمسك السلاح بنفسه وبيوقفه وبيتصدم كل اللي موجودين لانه مش بس وقفه ولكن نسبه التوافق ما بينهم كانت 97%. بعد كده بتعالج كلوديا الجرح اللي اتصاب في ايده وبتطلب منه يبقى يعدي عليها بالليل علشان عايزه تتكلم معاه شويه. بالفعل بيعدي عليها وبيسالها هي محتاجه ايه، فبتوري له قائمه لبعض المشاركين في مهرجان الفينيكس وبتقول له ان تم اجبارهم على الانسحاب من المسابقه في الاسابيع اللي فاتت بسبب اصاباتهم. فبيحس ايتو ان في حد هجم عليهم فجاه زي ما حصل مع جوليس، فبتقول له كلوديا ان ده احتمال وارد ولكن للاسف ما عندهمش اي دليل. ولكن لجنه الانضباط مشتبهه في ليستر وواحد تاني اسمه راندي لان ما عندهمش اي حجه غياب مقنعه ليوم الحادثه، بس لحسن الحظ دلوقتي بقى عندهم الافضليه لانهم عارفين مين الضحيه اللي جايه وهي جوليس، وعشان كده طلبت تقابل ايتو علشان تفهمه الوضع. بتطلب منه انه يراقب جوليس الفتره دي، فبيستغرب ايتو من طلبها وبيسالها ليه اختارته هو بالذات، فبتقول ان جوليس بتسيب مسافه ما بينها وما بين الباقيين ولكن من الواضح ان هي مش بتعمل كده معاه. بيسالها عن سبب قلقها على جوليس فبتقول له طبيعي تكون رئيسه مجلس الطلبه قلقانه على طلاب وعايزه تحميهم فده دورها في النهايه. بيخلص ايتو كلامه معاها وبيمشي بعد كده، وتاني يوم بيقابل جوليس علشان يعملوا جولتهم في المدينه زي ما وعدته، فبتوري له الحلبه الرئيسيه اللي بيتعمل فيها حرب الفيستا. بتقول ان في 3 حلبات تانيين غيرها وده غير الحلبات الصغيره اللي المفروض يستخدموها في النزالات ولكن محدش بيلتزم بيها وبيتقاتلوا في الشارع عادي. في الطريق بتلاحظ جوليس محل برجر وبتطلب من ايتو ان هم ياكلوا فيه، فايتو بيستغرب طلبها وبياخدها لهناك فعلا وبيتفاجئ ان هي مبسوطه. بيقول لها ان في العادي ما فيش اميره بتاكل في المحلات دي كده، فبتقول له ان هي سمعت عن المكان ده من اصحابها، فبيتفاجئ وبيقول لها هو انت عندك اصحاب؟ فبتقول له على فكره انا عندي اصحاب بس في بلدي مش هنا، فبيتكلم معاها عن تعرضها للهجوم وبيقول لها انه اتناقش في الموضوع ده مع كلوديا، وبيكمل كلامه وبيقول لها ان هم شايفين ان من الافضل ما تخرجش لوحدها ولا تتبرز مع حد ولكنها بترفض، وبتقول ان هي مش هتغير حياتها علشان شويه جبناء. بيظهر ليستر وراها بيسمع كلامها وبيقول لها انت بتحاولي تبقي بطله رغم انك هدف رئيسي للمهاجمين الغرباء، فبترد عليه من غير ما تبص له حتى وبتقول له انت ما عندكش ذوق علشان تتصنت على الناس التانيه. بتقول له ان هي هتهزم اي حد يستحق يكون منافس ليها، فبيستفزها ويقول لها طب ما تعملي ده دلوقتي يلا، فبتقول له انا اقول لك كام مره ان انا مش هبرزك مره تانيه. بيتعصب ليستر علشان تبرزه بسبب اسلوبه وبيحس الناس بالقلق وبيمشوا من المحل، فبيقوم ايتو يتعامل معاه وبيقول له انت تجاوزت حدودك وكمان جوليس اتعرضت لهجوم بالفعل اليومين اللي فاتوا ولو قتلتها هنا الناس هتفتكر ان انت الجبان اللي هجم عليها وقتها. فبيتعصب ليستر اكتر وبيشد من هدومه وبيقول له عن انت بتقول ان الناس زي شويه الجبنات دول، وبعدها بيخرج السلاح بتاعه علشان يبرزه، لكن ايتو بيبعت وبيرد عليه بكل هدوء وبيقول له انا مش هشارك في نزال فارغ زي ما جوليس قالت. ولكن ليستر بيتعصب اكتر واكتر واكتر وبيكون هيهجم عليه من غير نزال، لكن اصحابه بيوقفوه وبيقولوا له يستنى الفرصه المناسبه اللي نزله وقتها ياخد حقه، وبالفعل بيضطر يمشي. فبتقول جوليس لقيته ان هو شخص قوي زي ما توقعت وبعدها بتكمل جولتها معاه، وبعد ما بيخلصوا وبيشكرها ايتو على مساعدتها فبتحس بالكسوف وبتهدى شويه ولكنها بترجع لاسلوبها لحد مره ثانيه وبتقول انها كانت بترد الدين مش اكتر. في الطريق بيقابلوا مجموعه اشخاص من اكاديميه لولف ولكنهم كانوا بيتخانقوا، بس جوليس بتقول لايتو ان دي طريقه من طرق الهجوم على حد في الخفاء وده عن طريق استغلال خناقه كبيره بتحصل حواليه لاغتياله، وبالفعل في نفس الثانيه بيتضرب عليهم سهم ضوئي ولكنها بتتفاداه وبتروح تهجم على الاشخاص اللي حواليها علشان تستجوبهم. بيحسوا بالخوف من جوليس وبيعترف واحد منهم ان في حد اداله فلوس علشان يتعرض لها، فبتساله عن شكله فبيقول لها ان هو لابس رداء طويل وملامحه صارمه جدا، وفجاه بيشاور عليه وراهم ولكن اول لما بيبصوا عليه بيهرب، فبتجري جوليس وراه بيضطر ايتو يروح وراها علشان يحميها، وفجاه وهي بتجري بيحاول يهجم عليها باسهم ضوئيه ثانيه ولكنها بتتفادى هجومه وبيستخبى علشان تدور عليه ولكنه بيظهر وراها فجاه. بيكون لسه هيهجم عليها ولكن بيغير اتجاه الهجوم بتاعه بيضرب السهم ناحيه ايتو، بس لحسن الحظ بيستخدم ايتو السلاح بتاعه وبيصد الهجوم وهدومه بس اللي بتتقطع. فبتجري جوليس علشان تطمن عليه ولما بتشوف هدومه وبتطلب منه يعدي على اوضتها بالليل لو عنده شويه وقت. المهم انه بيروح برضه اول لما بيوصل بيلاقيها بتطلب منه يقلع الجاكيت بتاعه. ايه ده جوليس احنا ما اتفقناش على كده. وطبعا ايتو بيتصدم زيه وزيك بالظبط ولكن جوليس ما بتكونش فاهمه سبب صدمته، وفجاه بتستوعب وبتقول له هو انت فاكر ايه بالظبط؟ انا عايز اخيط لك هدومك اللي اتقطعت بسببي يا ابن الهبله مش اللي في دماغك خالص. بالفعل بيقلع ايتو الجاكيت وبتبدا جوليس تخيطه، واثناء ده بيلاحظ ايتو صوره ليها مع ناس كتير فبيسالها اذا كان الناس دي اصحابها، فبتاخد الصوره منه بسرعه وبتقول له ايوه اصحابي فعلا. فرغم ان ما يبانش عليها ولكنها كانت مسترجله في طفولتها وكانت بتهرب دايما من غير اذن لحد ما في مره تاهت في حي من الاحياء الفقيره، وفي شويه سفله ضايقوها ولكن اصحابها اللي في الصوره دول ساعدوها. عرفت بعد كده ان هم من ملجأ ايتام في الحي الفقير وبدات تهرب علشان تقضي وقت اكتر معاهم. فبيسالها اذا كانوا يعرفوا ان انت اميره، فبتقول له ان هي خبت الموضوع ولكن الراهبات بالاكيد كانوا عارفين، والملجأ ده اصلا اتبنى بسبب والدتها لكن التبرعات بدات تقل مع الوقت وبقى صعب توفير فلوس ليهم، وعشان كده جيت لهنا لان اكتر حاجه الولاد دول محتاجينها هي الفلوس للاسف. فبيستغرب ايتو وبيقول معقول ما فيش طريقه ثانيه تجمعي بقى فلوس في بلدك؟ فبتقول له ان ما فيش اي فلوس تحت تصرفها ومش هتعرف تعمل اي مشروع غير لما تجمع فلوس بنفسها، وعشان كده جيت للمدينه دي وكانت مصممه ان هي تحقق اللي هي عايزاه. بعدها بتديله الجاكيت بتاعه وبتطلب منه يمشي ولكن ايتو بيلاحظ المنديل اللي وقع منها قبل كده، فبتقول له ان اصحابها ادولها في عيد ميلادها وعشان كده
كده يعتبر كنز بالنسبه لها. فبيبتسم ايتو من لطفها، والتاني يوم بيقابلها في المدرسه ولكنها كانت ماسكه ورقه غريبه في ايدها ورجعت تتصرف زي الاول مره تانية. فجاه مشيت من الفصل وكان ايتو متضايق من كده، ولما بيقول لكلوديا بتقول له ان الموضوع ده ما بيبشرش بالخير خالص. فبيفهم ايتو ان هي بتتكلم عن الرجاله اللي بيطاردوها، بس بيتضايق لان جوليس ما قالتلوش وبيفتكر ان هي مش واثقه فيه، ولكن كلوديا بتقول له بالعكس، فهي كانت بتحاول تحميك لانك غالي عليها. فبيفتكر كلام اخته وهو صغير، وبعدها بيجري علشان يروح عند جوليس، فبتدي له كلوديا السلاح بتاع اخته قبل ما يمشي. بتروح جوليس تقابل الشخص اللي بيستهدفها واللي بنعرف ان هو نورمان، وكان من اصحاب ليستر اساسا. كانت جوليس عارفه ان هو الشخص اللي بيستهدفها قبل ما تشوفه اصلا، لانه وقع بلسانه وهو بيوقف ليستر، وواضح انه عارف ان هي حاولت تقاتل سيا، وده رغم ان وسائل الاعلام ما جابتش سيره الموضوع ده، وده معناه انه كان عارف يا اما اللي هجم عليهم وقتها او حد من مساعدينه. فبيقول لها ان ده معناه انه قطع ليستر عن قصد، فبتقول له ان ده غالبا صح. فبيضحك وبيقول لها يبقى كان عندي حق لما هاجمت ايتو وقتها، لان لو كنت استهدفتك وقتها كان هيلاقي طريقه انه ينقذك. وبيقول لها انا عارف ان انت جيتي هنا علشان تحميه، وعشان كده بقول لك ايه رايك نعمل صفقه مع بعض، شرط الوحيد انك تنسحبي من الفينيكس فيستا. ولكنها بتقول له ده في احلامك، وبتخرج السلاح بتاعها علشان تواجهه. وفي نفس اللحظه دي بيوصل ليستر عندهم، بيكون جاي جري لان نورمان قال له انه جوليس وافت ان هي تقاتله. فبيتصدم لما بيعرف ان نورمان هو اللي هجم على جوليس، وبيتصدم اكتر لما جوليس بتقول له انه عينوه علشان يتخلص من كل المشاركين في الفيستا، وبيقول له يعني انت بعت اصحابك كده. فبيضحك نورمان وبيقول له اصحابي يا عم، احنا هنا كلنا اعداء وبنستهدف بعض علشان حاجه معينه، فايه المانع يعني اننا نكسب شويه فلوس بقى من الموضوع ده. فبيتعصب ليستر ولسه هيهجم عليه، ولكن فجاه بيظهر واحد من اتباع نورمان اللي بيساعدوه وبيوقفه. بيكتشف وقتها ان هم مجموعه اليين بيسيطر عليهم نورمان، وبيحاول ليستر يواجههم ولكن بيتصاب اثناء ده، ولكن بيقاوم علشان يكمل القتال. بس بيتصدم من عدد الاليين اللي بيزيد بسرعه لحد ما بيوصلوا ل 128 واحد، وكلهم بيتجمعوا حواليه. فبتحاول جوليس ان هي توقف نورمان وبتهجم على شويه من الالات دي وبتتخلص منهم، وبتبدا تقاتل في الباقيين، ولكنها بتتصاب برصاصه في رجلها وبيقدروا يقيدوها. فبتتكلم مع نورمان وبتقول له ان هي اكتشفت حاجه جديده، وهي ان اكاديميه الكونت هم اللي استاجروه، وده لان مفيش اي حد هيقدر يصنع الالات بالقوه دي غيرهم. فبينبهر نورمان من قدراتها، وبيروح يضربها مكان الجرح بتاعها، وبيقول لها ان دلوقتي مستحيل يسيبها تمشي، وكمان هيتخلص منها فورا رغم انه كان عايزها تعاني شويه. بعدها بيهجم عليها، ولكن ايتو بيوصل في الوقت ده وبينقذها في اللحظه الاخيره، وبيعتذر لها على التاخير. ولكن جوليس بتتعصب وبتقول له ان الموضوع ما يخصوش، لكنه بيرد عليها وبيقول لها انه بقالي كتير بيدور على حاجه اللي عايز يعملها لحد ما قابلها، وادرك انه عايز يساعدها ويزود قوته زي ما هي عايزه تنقذ الاطفال. بتتكسف جوليس من كلامه، بعدها نورمان بيجي يقطعهم وبيخلي الاليين يهجموا عليه. فبيمسك ايتو جوليس وبيتفادى الهجوم بتاعه، وبعدها بيقرر يطلق قوته الداخليه. ويا الهي ماذا حصل، يا الهي ماذا جرى! في ثواني بيقدر يخلص على كل الاليين اللي بيهجموا عليه، ونورمان بيتصدم من اللي حصل ولكنه مش بيستسلم. بيستدعي باقي الاليين علشان ينفذوا الهجوم النهائي، ولكن ايتو بيقدر يصد هجوم ويتفادى اغلبهم. وبيلاحظ ان في الوقت ده مفيش غير 16 آلي بس هم اللي بيهاجموا، وبيهاجموا بشكل معين، اما الباقي بيعملوا حاجات بسيطه. وبيسال نورمان اذا كان بيحاول يقلد لعبه الشطرنج. فبيتعصب نورمان لان اكتشفه بالسهوله دي ورغبته في قتله بتزيد، ولكن ايتو بيتخلص من باقي الاليين وبيقول له ان خلاص اللعبه خلصت. لكن نورمان بيخرج ورقته السريه واللي هي عباره عن آلي ضخم، وبيطلب منه يتخلص منهم، ولكن ايتو بيقضي عليه برضه بكل سهوله. ومش بس كده، ده كل ده وهو شايل جوليس كمان. فبيحاول نورمان يهرب عن طريق جزء من الآلي بتاعه، ولكن جوليس بتستخدم قوتها وبتطير بها هي وايتو، وبيتخلص ايتو من الآلي. بيسيب نورمان يقع ولكنه ما ماتش، بس كلوديا والباقي بيكونوا مستنيينه تحت علشان يقبضوا عليه. بس فجاه ايتو بيحس بوجع رهيب، والقيود اللي حس بيها قبل كده بتزيد مره ثانيه، وفجاه بيفقد الوعي. بس بعد شويه بيرجع لوعيه ثاني، فبتطمن جوليس عليه اخيرا، وبتقول له ان كلوديا جايه في الطريق. فبيشكرها، ولكنها بتدارك كسوفها باسلوبها الحاد كالعاده، وبتقول له مفيش داعي لانه هو اللي انقذها. بعدها بتساله عن السبب في ان قوته مقيده بالشكل ده، فبيقول لها ان اخته هي اللي قدرت تقيدها، فهي بتقدر تقيد اي حاجه. فبتساله اذا كانت دي قوته الحقيقيه، فبيقول لها ايوه، ولكني مش بستخدمها كتير، واول مره تستمر لاكتر من 5 دقائق، ولكن النهايه بتاعتها بتكون زي ما انت شايفه كده. فبتساله ليه اختك عملت كده، فبيقول لها ان نفسه يعرف هو كمان، ولكن اخته مفقوده من 5 سنين ومش عارف يسالها، بس اكيد في سبب من ده. بعدها بيسالها اذا كانت اختارت شريكها في الفينيكس فيستا، وبيطلب منها تضمه معاها لو ينفع يعني. فبتتفاجئ، بس بتقول له بلاش يضغط على نفسه لان قوته الحقيقيه مش هتكون كفايه هناك، ومش عايز يوصل للحاله دي بعد ما يستخدم قوته الحقيقيه في كل نزال. لكنه بيصمم وبيقول لها انا قلت لك ان انا عايز ابقى جنبك وازود قوتي وقوتك. فبتتكسف ووشها بيحمر، بس بتوافق في النهايه وبتقول له ان هو شخص غريب جدا. في الوقت ده بتقدر كلوديا ان هي تصيب نورمان اصابه خطيره، وبتاخده كرهينه علشان تخلي الكونت يبقوا مديونين ليها. بتطلب من ايشرو ان يتولى الموضوع ده، وبتنادله باسم نجم الظلام. تاني يوم بتعمل كلوديا اجتماع مع رؤساء مجلس الطلبه ال5 للاكاديميات الباقيه، بس في واحده منهم بتكون مسافره وما حضرتش الاجتماع. فبيشتمها دريك رئيس اكاديميه لي وولف، ولكن ايرسنت رئيس اكاديميه جرواس بيتعصب وبيكون لسه هيقتله، ولكن الباقيين بيوقفوه. بيتكلموا مع كلوديا وبيقولوا لها ان هم سمعوا ان في تعاون سري ما بين السيدوكان وبين الكونت علشان يعملوا سلاح جديد. فبتقول لهم ان هم هيبعتوا شويه مهندسين من عندهم للكونت فعلا. فبيقولوا لها ان هي ماكره، وكمان الصفقات السريه ما بين الاكاديميات ممنوعه، وكمان بيكونوا مستغربين لان في فرق في الامكانيات ما بين الاكاديميتين. وبيسالوا شوما رئيس الكونت اذا وافق، فبيقول لهم ان هو ما يعرفش اي حاجه غير ان الاكاديميه وافقت من غير ما
تبدي اي اسباب. فبتتكلم كلوديا وبتقول ان الصفقه دي رسميه ومش سريه ولا حاجه، وكمان هيعلنوا عن باقي التفاصيل قريب، وكمان ناويين يدفعوا 70% من مصاريف البحث لانهم يستخدموا منشات الكونت. بتطلب منهم يوقفوا كلام في الموضوع ده لحد الاعلان الرسمي، وكانوا لسه هيبداوا الاجتماع. فبيقول لها شو انا عايز اتناقش معاه في موضوع مهم عن مدينه ستارسيك والفيستا. اما ايتو فكان رايح يتدرب مع جوليس ولكنه بيجري لانه متاخر عن ميعاده، وفجاه وهو بيجري بيخبط في بنت كانت بتجري برضه، فبيساعدها تقوم بعد ما وقعت وبيعتذر لها، بس قبل ما يتكلم معاها بينده راجل بغضب عليها فبتضطر تمشي وتسيبه. بنعرف ان البنت دي بقى اسمها كيرين، والراجل اللي معاها ده هو عمها تودو. المهم ايتو ما بيحطش في دماغه بيكمل طريقه لعند جوليس وبيبدا يتدرب معاها، وبرغم من قوه جوليس ولكن ايتو بيقدر يهزمها في النهايه. بتحس بالاحباط شويه، ولكن ايتو بيقول لها ان هي كانت على وشك هزيمته. بتساله عن اخبار جسمه فبيقول لها ان هو دلوقتي بيقدر يستخدم قوته الكامله لمده 3 دقائق، فبتقول له ان ده كويس وهيخليهم يهزموا اي حد في مستواهم بسهوله. فبيطمن ايتو لان مفيش ناس كتير اقوى منهم، فبتقول له ان هي مبسوطه بثقته دي، ولكن للاسف في كتير منهم لدرجه لا تتخيلها. بتقول له على رئيس اكاديميه جيروستو كمان المنافسه بتاعته رئيسه اكاديميه جيلونج، وبتقول له ان كلهم ما وصلوش لسن المشاركه في الفيستا اصلا. فبيقول لها ان سمع اشاعات كتير عن اللي كسبت لقب الفيستا السنه اللي فاتت، فبتتغير تعبيرات وشها وبتقول له تقصد اوليفيا، بس بترجع تغير الموضوع مره ثانيه وبتقول له ان الحاجه الكويسه ان محدش يعرف قدراتك الحقيقيه. ممكن يكون كل المشاركين عارفين انت بتستخدم اي سلاح، ولكن معرفه قدرات السيف مش هتفيدهم بحاجه، وكمان الخطه دي هتكون مثاليه اكتر لو قدرت تستخدم قوتك من غير ما تشيل الختم اللي عليها. فبيقول لها ان هو لو ما استخدمش قوته الكامله في السيف مش هيعترف بيه ابدا. فبتقول له انه باقي شهر عن المسابقه ومحتاجين يركزوا على التدريب ويتجنبوا المشاكل في النزالات اللي ملهاش فايده علشان خطتهم دي تنجح. بعدها بتروح سيا وليستر عند جوليس، وبتتخانق سيا مع جوليس لانها بتقضي وقت كتير لوحدها مع ايتو. اما ايتو فبيتكلم مع ليستر وبيساله ازاي قابل سيا، فبيقول له انه قابلها بالصدفه في الطريق، وبعدها بيقول له انه مش هينسى ان هو ساعده وهيفضل فاكر الخدمه دي دايما. بعدها بتوصل كلوديا عندهم مع بنتين من اكاديميه الكونت، واحده اسمها ايرين والتانيه اسمها كاميليا. بيعرف ايتو والباقيين ان البنتين دول موجودين علشان يوقعوا عقد مع الاكاديميه بتاعتهم وهيعملوا سلاح جديد معاهم. فبيستغرب ليستر الوضع، ولكن جوليس بتقول له ده لانهم هيتستروا على الحادثه اللي حصلت، وبتسال كلوديا ليه جابتهم هنا. فبترد ايرين وبتقول لها ان هي كانت عايزه تشوف السقاف اللي دمر الدومه بتاعتهم بنفسها، وبتروح عند ايتو. بيتصدموا كلهم من قربها منه، وبتهددها جوليس علشان تبعد عنه، لكن ايرين بتقول لايتو ان هي معجبه بيه وبتقرب منه اكتر، ولكن سيا وجوليس مش بيسكتوا لها وبيخرجوا الاسلحه بتاعتهم، فبتخاف وبتضطر تبعد وتعتذر. لما كاميليا بتشوف السلاح بتاع سيا بتقول لها ان بقالها كتير ما شافتش سلاح بالتصميم ده، فبتسالها سيا ازاي عرفته اصلا. فبتقول لها لان ده تخصصها والسلاح ده اتصنف من ضمن الاسلحه اللي مش كامله، وبتكلمها في تفاصيل اكتر عن السلاح وبتعرفها مشاكله. ورغم ان كلامها كان صح ولكن سيا بتتضايق لانها كده بتنسى السلاح اللي ابوها عمله لها. بتطلب منها تسحب كلامها اللي قالته على السلاح، ولكن كاميليا مش بتوافق، خصوصا بعد ما عرفت ان هي بنت الدكتور سامية. فالدكتور ده اتشهر بالخيانه وعشان كده طردوه من الاكاديميه. فبتحاول كلوديا تحل الموقف وبتاخد البنتين علشان يوقعوا على العقد، ولكن سيا كانت مصممه تخليها تعتذر. فبتتكلم ايرين في الوقت ده وبتقول ان هي ما عندهاش حل غير انها تواجه كاميليا بنفسها، فهم هيشاركوا في الفينيكس فيستا. فبتقول سيا لقيته ان هي تشارك في المسابقه هي كمان، وبتكون عايزه الشريك بتاعها، لكن جوليس بتتخانق معاها لانه الشريك بتاعها بالفعل، وبيفضلوا يتخانقوا شويه. بعد كده بيروح ايتو يقابل ايشرو وبيتكلم معاه عن اكاديميه الكونت، فبيقول ان الاكاديميه متقسمه لقسمين، والقسم الاول هو فصل البحث المسؤول عن تطوير اسلحه اللوكاس، اما القسم الثاني فهم فصلين، فصل المهارات اللي بتقاتل في حروب الفيستا، والفصل بتاع البحث وهو الاقوى عندهم. وكمان متقسمين لفرق كتير وبيتنافسوا ما بينهم عن البحث والتطوير، وحاليا فريق فيرو هم المتصدرين. واثناء ما كانوا ماشيين بيشوف ايتو كيرين مره ثانيه مع عمها اللي كان بيضربها، فبيروح يوقفه لكن عمها بيتعصب وبيقول له ما يتدخلش، لكن ايتو بيصمم يحميها. فبيسالوا عمها عن اسمه وبيروح يدور على بياناته، وبيعرف ان هو ولد عادي ومش تابع لاي طائفه. فبيسالوا انت عايزنا نتعامل معاه ازاي، فبيقول له ايتو انه مش عايز يضربها تاني. فبيوافق العم بس بشرط انه يفوز ضدها في نزال. بيجبر كيرين ان هي تهاجمه لانها لو هزمت حد بيستخدم سلاح السيرف ريستا شهرتها هتزيد جدا. فبتضطر تواجه ايتو، حتى ايتو بيقبل النزال عشانها وبيستخدم قوته الحقيقيه كمان. بتبدا كيرين في الهجوم عليه، ولكن ايتو بيتفادى كل الهجمات دي وبيحاول يهجم عليها، ولكنه مش بيعرف برضه، وبيستمر القتال بالشكل ده. بتوصل جوليس وبتشوفهم، فبتتفاجئ ان ايتو في النزال رغم كلامها معاه، بس المشكله ان هي بتحس ان هو بيواجه شويه مشاكل. فبيقول لها ايشرو ان ده طبيعي، فهو بيقاتل سيف الضوء المشهور. فبتساله النزال بدا من امتى، فبيقول لها من 4 أو 5 دقايق. فبتقلق جوليس على ايتو لان الوقت المتاح لقوته بدا يخلص، وبالفعل بدا ايتو يتعب وكان بيفكر في طريقه يخلص بها القتال، ولكنه بيتفاجئ لان كيرين بتكسب لانها كسرت الشاره بتاعته اثناء هجومها، وبعدها بتعتزله وبتضطر تروح لعمها. بتروح جوليس تاخده هو كمان لان قوته هتخلص قريب، وبتقول له يبقى يعرفها بعدين سبب قتاله مع البنت رقم 1 في اكاديميتهم. فبيتصدم ايتو لما بيعرف ان كيرين رقم 1 في الاكاديميه، ولما بتروح كيرين لعمها بيقول لها ان هي اخدت وقت طويل جدا، وبيفكرها ان هي مش هتعرف توصل لاحلامها غير لما تسمع كلامه، فهو هيخليها رقم 1 في تاريخ الاكاديميه كلها. اما جوليس فبتاخد ايتو علشان يرتاح، ولما بيحكي لها اللي حصل بتقول ان هي كانت هتتضايق لو ما اتدخلش لان عم كيرين ما ينفعش يتعامل معاها زي الاداه بالشكل ده، وبتقول ان هي مش متضايقه غير انه خسر، فحتى لو دي تعتبر انانيه منها ولكنها كانت فاكره ان هو هيقدر يهزمها.
عنها. وبتكمل كلامه بتقول له من المبهر ان كارين عندها 13 سنه وبالقوه دي فبيتفاجئ ايتو من سنها. بتكمل جوليس كلامه بتقول ان بالشكل ده في 3 اشخاص مش هتعرف تهزمهم في الاكاديميه بمستواها الحالي وهم كلوديا وكارين وانت يا ايتو. فبيتفاجئ ايتو لما بيعرف ان كلوديا تعتبر الثانيه في الاكاديميه وبتقول له جوليس ان السلاح بتاعها بيخليها تقدر تشوف المستقبل لمده 10 ثواني. وده غير ان هي وكارين ما خسروش تماما من ساعه ما دخلوا الاكاديميه، ولكن الفرق ان كارين مش معاها اي سلاح خاص بيها، وبالرغم من ده بتحافظ على مكانتها في الصداره باستخدام سيف ياباني تقليدي، وده يعتبر انجاز في حد ذاته. بتقول له ان هم محتاجين يعملوا خطه جديده لحرب الفينيكس فيستا لان الخطه بتاعتهم القديمه مش هتنفع بعد ما اتكشفت قدراته للكل، ولكنه بيكون محتاج شاره جديده بدل اللي خسرها في النزال. فبيروح ياخدها من كلوديا وبيتكلم معاها عن عم كارين. فبتقول له انه عنده قوه مهوله لانه المسؤول عن مشاريع الاستبيانات بتاعه المدرسه ومرشح لواحد من المناصب التنفيذيه كمان، وعشان كده بيستخدم من تخل مصالحه الشخصيه بس هي كمان عندها مصالح خاصه بيها. وبتكمل وبتقول غالبا تودو مش هيعرف يوصل لاي منصب لان محدش بيوصل غير لما يتخلى عن كل رغباته الذاتيه، وهي عارفه كل ده لانه ما جزء من السلطه اساسا. بيرجع ايتو السكن بعد ما بيخلص كلام معاها وهناك بيلاقي كارين اللي بتزوره علشان تشكره لانه حماها من عمها، ولكنه بيقول لها انه ما عرفش يحماها تماما. وفجاه بيقول لها تسكت وبيروح يفتح الباب فبيلاقي السكن كله بيقع قصاده وبيسمع الكلام ما بينهم. بيلاحظ ان هي متوتره فبتقول له ان هي ما مشيتش مع حد من بره العيله بتاعتها قبل كده. بيرد عليها ايتو بيقول لها انه سمع عن تدريبها المكثف، فبتقول له ان هي حاليا بتتدرب على اسلوب السيف القديم بتاع عيلتها. بتكمل وبتقول له ان هي لاحظت ان اسلوبه من الاساليب القديمه برضه وبتتحمس للحظه، وبتقول له ان هي كانت هتتعلم اكتر لو قتلته لوقت اطول. فبيلاحظ ايتو ان هي مهتمه بفن الكانجيتسو، فبتقول له ان ده حقيقي فهي مش بتعرف تعمل اي حاجه ثانيه لانها جبانه وغبيه، ولكن طول ما هي معاها سيف هتقدر تتحكم في نفسها وقتها تكون مفيده، وعشان كده بتحب اسلوب السيف ده. بيسالها هي ليه بتقاتل فبتقول له علشان تنقذ ابوها، ولكن ايتو بيقول لها ان عمها بيستغلها بالشكل ده ولكنها بتدافع عنه. بتقول له ان فاهم حلمها وبيساعدها ودي تعتبر مقايضه عادله، ولكن ايتو مش بيقتنع بكلامها لانه بيعاملها وحش جدا. فبتقول له ده لان عمها بيكره الجينيس ودي السلاله اللي هي منها. بعدها بتسال ايتو عن نوع التدريبات اللي بيتدرب عليها، فهي بتتدرب لوحدها من ساعه ما راحت للمدرسه، ولكن دلوقتي هي حاسه بالزهق. فبيعرض عليها انها تنضم له في التدريبات بس بيقول لها ان هو ياخد راي جوليس الاول، ولكنها بتعتذر له لانها لازم تسيب مسافه ما بينها وما بين اشخاص الصفحه الاولى اللي جوليس منهم. فبيقول لها خلاص ما فيش مشكله انت ممكن تتدربي معايا لوحدك الصبح، وبالفعل بتوافق على عرضه وبتسيبه وبتمشي. اول لما بتمشي بتظهر سام من فوق الشجره وبتخنقه وبتساله مين البنت دي، ولكنها بتسيبه ولما بتحس ان هو بدا يتخانق بجد. بيسالها انت بتعملي ايه هنا، فبتقول ان هي كانت جايه تدور عليه علشان تعرف رايه في موضوع الفرق الثنائيه. فبيعتذر لها وبيقول لها ان هو مع جوليس بالفعل ومش هينفع ينسحب. فبتساله مين البنت دي مره ثانيه، فبيقول لها ان دي كيرين وبيتكلموا عنها شويه وبيقول لها ان هي شبهها فهي جايه المكان ده علشان تنقذ ابوها. وبس يا سيدي بتفوت الايام وبيبدا ايتو يتدرب مع كيرين زي ما اتفق معاها. بس في يوم من الايام بتقرر كاميليا وإيرين ان هم يخرجوا الاسلحه اللي عملوها ويجربوها في نفس المكان اللي ايتو وكيرين بيتدربوا فيه. وفجاه وهم بيتدربوا بيظهر قصادهم مجموعه من وحوش على شكل تنانين، ولما ايتو بيقطع ايد واحد فيهم بتتحول ايده دي لماده هلاميه وبترجع لجسم الوحش مره ثانيه. بيكملوا هجوم عليه فبيكمل ايتو قتالهم رغم انه ما يعرفش ايه الحاجات دي، بس المشكله انه ما كانش عارف يتخلص منهم تماما لانهم بيرجعوا يتشكلوا مره ثانيه مهما ضربهم. فبتيجي فكره في بال كيرين وبتبدا تقطع الوحوش دي لقطع صغيره خالص عن طريق سيفها لحد ما بتقضي على النواه اللي فيهم، وبالشكل ده بتتخلص منهم تماما. فبيتفاجئ ايتو ان هي اكتشفت الموضوع بالسرعه دي وبيمدحها، بس فجاه وهو بيتكلم معاها بتظهر مجموعه ثانيه من الوحوش بيهجموا عليه فبيحاول يهرب منهم وبيروح لمكان تحت الانشاء، وفجاه بتنهار الارض من تحته بيكون هيقع في حفره عميقه، ولكن كيرين بتيجي وتلحقه قبل ما يقع. بس المنحوس منحوس وقبل ما تسحبه بتنهار الارض من تحتهم وبيقعوا هما الاثنين، ولكن لحسن حظهم بيقعوا في حته فيها ميه، وكان ايتو بيعرف يعوم على عكس كيرين اللي ما كانتش بتعرف تعوم عشان كده بيساعدها. وفجاه هما في الماء بيظهر وحش ضخم شبه الوحوش اللي قتلوها قبل كده ولكن اكبر وبيهجم عليهم، ولكن ايتو بيحاول يصد الهجوم بتاعه على قد ما يقدر وهو ماسك كيرين في نفس الوقت علشان ما تغرقش. فبتحس كيرين بالذنب لان ايتو اتصاب ومش عارف يقاتل بسببها وبتعتذر له بشده، ولكنه بيطمنها وبيطلب منها تثق فيه. بعدها بيعمل فتحه في العمود اللي فوقه وبيخليها ترتاح بعيد عن الميه، وبيكمل هو في قتال الوحش. وبما ان الوحش شبه الوحوش اللي قتلوها على السطح فبيسال كيرين اذا كانت تعرف مسار الطاقه بتاعه، ولكن كيرين بتقول له ان الطاقه وان هو بيتحركوا جواه باستمرار وعشان كده ما بيكونش قدامهم حل تاني غير انه يستخدم الطاقه الكامله بتاعته عن طريق سلاح السير فيستا. بيفعل قوته بيروح يقسم الوحش ده نصين وبيقدر يتخلص منه، ولكن اول لما بيعمل كده بيحس بوجع رهيب بسبب ختم القوه بتاعته لدرجه انه بيصرخ من شده الوجع. فبتحس كيرين بالقلق الشديد، ولكن بعد شويه بيفوق ايتو وبيعرفها انه مش بيقدر يستخدم قوته لاكتر من 5 دقايق، ولو ضغط على نفسه ممكن يتحمل شويه كمان. فبتساله هو ليه بيعمل كل ده، فبيقول لها لان في حد عايز يساعده. فبتساله اذا كان الحد ده هو جوليس، فبيقول لها ايوه. بيسالها ايتو عن سبب قتالها فبتقول ان هي عايزه تنقذ ابوها اللي محبوس كمجرم. فمن 5 سنين كان في حرامي دخل محله هم كانوا موجودين جواه واخدها كرهينه، وابوها حاول ينقذها ولكنه قتل الحرامي في النهايه. ورغم ان القضيه دي بيتم التعامل معاها عاده عن انها دفاع عن النفس، ولكن ابوها كان من الجينيس وعشان كده التهمه كبرت جدا. وعلى الرغم من ان كان عندها 8 سنين وكانت تقدر تتعامل مع الشخص ده بنفسها، ولكن جسمها كله اتصلب وقتها. وبتقول ان هي لو فضلت على
الحال ده ابوها مش هيعرف يخرج من السجن ابدا. عمها لان في طريقه واحده بس لانقاذه، وعشان كده انضمت لستارسيك ومفيش حل قصادها غير انها تنفذ اوامر عمها. لكن ايتو بيقول لها ان ده مش حقيقي، فلو استمرت بالوضع ده هتواجه سد في النهايه هيوقفها ومش هتعرف تتصرف. البنت ما بتكونش عارفه تعمل ايه، فبيطمنها ايتو وهو بيحط ايده على راسها وبيقول لها انه هيقف جنبها وهيمدها بالقوه دايما طالما تختار الطريق بنفسها. فبتحس كيرين بالامان لان ابوها كان بيعمل لها الحركه دي دايما. وبعد شويه بتوصل فرقه الانقاذ عندهم وبيخرجوهم من تحت الارض. بترجع كيرين لعمها اللي كان قلقان عليها، فبتعتذر وبتساله اذا كان قلقان عليها كبنت اخوه ولا مجرد اداه. فبيتفاجئ من سؤالها، بيقول لها ان هو مش محتاج غير قوتها وبس. وبعدها بيقول لها بلاش تتورط مع ايتو كتير لانه عامل مشاكل مع اكاديميه الكونت، ولكنها بترفض. بتقول له ان ايتو علمها حاجات كتير ولسه هتتعلم منه، فبيضربها علشان تسمع كلامه، ولكن المره دي بتفضل واقفه بثبات. بيتصدم عمها وبيفضل يهزها وبيقول لها انا اللي عملتك وخليتك رقم 1 في الاكاديميه، ومن غيري مش هتعرفي تفوزي في الفيستا. بيكمل كلامه بيقول لها وانت مش عايزه تنقذ ابوكي ولا ايه؟ فبتقول ان هي هتنقذه بمعرفتها، ولكنه بيتعصب وبيحاول يضربها مره ثانيه، ولكن المره دي بتوقفه. بتعتذر له لانها قررت تكمل قتال بمعرفتها، واول حاجه بتعملها هي انها بتطلب من ايتو يواجهها وبيحجزوا حلبه كبيره جدا. بيقرر ايتو يتعامل بجديه المره دي مع كيرين، وحتى مش بيستخدم السلاح بتاعه علشان يقلل سرعته، وبيستلف سلاح ليستر وقشره. بتبتدي المعركه وكل واحد فيهم بيهجم على التاني بكل قوته، وبتتفاجئ كيرين ان ايتو بيغير السيف بتاعه وفجاه بيستخدم اسلوب الرمح وبعدها بيستخدم الخنجر كمان، وعن طريق اسلوب قتاله المختلف بيقدر يهزمها ويكسر الشاره بتاعتها. فبتفرح جوليس لانه كسب المره دي. بتروح كوليديا تقابله بعد المعركه ومعاها كيرين اللي بتطلب من ايتو انها تنضم لجلستهم التدريبيه. بتقول له انت عرضت عليها قبل كده ولكني كنت مضطر ارفض وقتها. فبتتفاجئ جوليس من الكلام ده وبتقول ان هي اول مره تسمعه. فبيقول ايتو ان كان شايف ان انضمام كيرين ليهم هيعمل لهم حاجات كتير، وعشان كده كان بيرحب بانضمامها. ولكن فجاه عم كيرين بيوصل عندهم وهو متعصب جدا لانها دخلت في نزال من غير اذنه وخسرت، وبيقول لها شفت بقى انك مش هتعرفي تعملي اي حاجه من غيري، ولكنها بتعتذر له ان هي هتكمل لوحدها زي ما قالت له. فبيتعصب ويكون لسه هيهجم عليها، لكن ايتو بيوقفه. فعمها بيتعصب اكتر واكتر وبيهددها ان هو هيدمر كل ممتلكات ابوها. ولكن كوليديا بتتدخل وقتها وبتقول لعمها ان كيرين تلميذه في الاكاديميه، وده معناه ان ممتلكاتها تخص الامبراطوريه وانها مش هتسمح له يتعارض معاها علشان مصلحته الشخصيه. وبتبتسم بثقه وبتقول له اظن والدتي هتقول نفس الكلام ده. ومن الواضح ان ام كلوديا دي ست مفتريه وعندها سلطه كبيره، لان تودو بتصدم ومش بيعرف يتكلم ولا كلمه، وبعد كده بيمشي من غير ما يقول اي حاجه. ولكن بنتنا كيرين بتعمل باصلها لانها متربيه، وبتشكره لانها ما كانتش هتنضم للاكاديميه ولا تقابل الناس دي لولا عمها. بعد كده ايتو بيهون عليها كالعاده وبياخدها علشان تتدرب معاه، وفي نفس الوقت بنشوف كاميليا وايرين وهم بيراقبوا الوحوش اللي عملوها، واللي عن طريقها قدرت ايرين ان هي تجمع معلومات كافيه عن ايتو، وشكل كده عندهم خطه ورا كل الكلام ده. اما كيرين فبتتدرب مع سيا كفريق واحد، ولكن للاسف ما كانوش عارفين ينسجموا مع بعض بشكل كامل. فبيروحوا للاكاديميه، وقت الغداء بتروح واحده تطلب توقيع ايتو وبتشجعه وبتقوله ان هي هتشجعه كمان في حرب الفيستا اللي جايه ولا اكتر. وبيكمل قشره كلامه وبيقول حتى جوليس كان عندها شعبيه كبيره، ولكن كالعاده كانت بترفض كل اللي حواليها. وهم قاعدين بيكتشف ايتو ان في مزاد الكتروني عن التوقيع بتاعه، فبيتصدم. ولكن قشره بيقول له ان دي وسيله منتشره ما بين الطلاب علشان يجمعوا بيها شويه فلوس. سيا وكيرين بيشكروه بيقولوا له ان احنا هنفضل نشجعك دايما وهنفضل جنبك على طول. لكن جوليس بتقول لهم طب يا ترى هتعملوا ايه لو تواجهنا في الفينيكس فيستا؟ فبيقولوا لها ان هم يقاتلوا بكل قوتهم، فدي مساله مختلفه تماما. فبيقول لها ايرين انه اتفاجئ لما عرف ان هم قرروا يعملوا فريق مع بعض. فبتقول سيا ان هي محتاجه تفوز عليه، محتاجين ياخدوا على بعض اكتر. تاني يوم بييجوا ولكن مش بيكونوا عارفين يعملوا ايه بالظبط علشان يتعودوا على بعض. فبتتكلم كيرين مع سيا وبتقول لها ان هي مش متعوده تتعود على الناس، وعشان كده بتطلب منها انها تساعدها. فبتعرض عليها سيا ان هم يعملوا انشطه مع بعض، واول حاجه بيعملوها ان هم بيروحوا يشتروا شويه حاجات، وكانت سيا عايزه تشتري هدايا لابوها، وده طبعا لان عيد ميلاد ابوها بقى قريب خلاص. ورغم ان كيرين بتتاثر شويه لان ابوها محبوس، ولكنها بتساعده وبتحاول تقترح عليها اكتر من حاجه تشتريها، ولكنهم ما كانوش مناسبين تماما لابو سيا. بتسالها كيرين هو انت ابوك عامل ازاي؟ فبتقول لها ان هو عباره عن عالم مجنون باختصار، وهو اللي عمل السلاح بتاعها وكان بيديها سلاح جديد كل عيد ميلاد. فجاه بتشوف سيا مكان لمحل على الخريطه وبتطلب من كيرين ان هي تساعدها تروح لهناك، وبالفعل بتوصلها لهناك. لكن كيرين بتتصدم لما بتعرف انه محل لبيع الاسلحه المستعمله. فبتحس كيرين بالخوف وبتفضل مرعوبه لحد ما سيا بتمسك واحد من الاسلحه وبتسال البياع عليه. فبيقول لها ان السلاح ده اختيار رائع ولكنه مكسور ومش شغال. فبتقرر سيا تشتريه رغم ده، وبعدها بتمشي من المحل وبتحس كيرين بالراحه وقتها. وفي الطريق كيرين بتسال سيا اذا كانت دي هتكون هديه عيد ميلاد ابوها. فبتقول لها ايوه لان السلاح ده هيساعد ابوها في ابحاثه. وبرغم ان السلاح ده فيه عيوب كتير ولكن عدده قليل، وحتى لو مكسور هيكون نادر وهيفيده برضه. بعدها بيجي دور كيرين علشان تختار الحاجه اللي عايزه تعملها. فبتفكر شويه وبعدها بتقول لسيا ان هي محتاجه تعلمها السباحه. بالفعل بتروح سيا معاها للنادي وبتدربها على السباحه، وبتعرفها ان هي بتحاول تتعلم السباحه علشان تظهر بشكل كويس قدام ايتو. وبتكمل كيرين تدريب مع نفسها لحد ما سيا بتجيب شويه مشروبات، ولكنها بتتخبط في بنت في حمام السباحه بالغلط. فبتتعصب البنت عليها، ورغم ان كيرين بتعتذر لها كتير ولكنها مش بتقبل اعتذارها في مكان تاني. ولكن سيا بتتدخل في الوقت ده وبتضربها من بعيد. فبتتعصب البنت اكتر لما بتعرف ان سيا ملهاش ترتيب. بتقرر البنت تقاتلها وحجه ان معدتها وجعها بتختفي، وبتقول لسيا بكل ثقه ان اسمها هو فوليت، ترتيبها رقم 5
35 على اكاديميه كونفال للبنات ومعروفه باسم ساحره الطلقات المحطمه، ولكن سيا مش بتهتم بكل ده وبتقول لها ماشي يلا بينا نتبارز. فبتتعصب البنت من برودها وبالفعل بتبدا تقاتلها، بتقول لها ان هي تندم على كل ده، ولكن سيا بتفوز عليها بضربه واحده من السلاح بتاعها وبتكمل يومها مع كيرين وبتقول لها ان هي محتاجه تبقى شجاعه اكتر من كده. فبتتنهد كيرين وبتقول لها ان هي غلطت في البدايه، ولكن سيا بتقول لها ان مهما حصل ما ينفعش تسيبها تتكلم معاها بالشكل ده. فبتقول لها كيرين ان هي غالبا اتعودت على طريقه عمها، فبتقول لها سيا ان هي محتاجه تغير ده وتكون فخوره بنفسها اكتر من كده. وبعد اليوم ده بيرجعوا يتدربوا مع بعض، والمره دي بيكون في منهم تناسق وبيشتغلوا مع بعض كفريق بشكل افضل، لدرجه ان جوليس بتتفاجئ وبتقول يا ترى هم عملوا ايه امبارح مع بعض. وقبل بدء قتالات الفينيكس فيستا بنشوف ديريك رئيس مجلس اكاديميه لي وولف ومعاه بنت اسمها كورونا بيروحوا يخرجوا واحده من السجن اسمها ايرني، بيطلب منها تتخلص من ايتو، مش لازم تكسب الفينيكس يعني، ولو كسبتها مش هتضر في حاجه برضه. فبتساله عن السبب، فبيقول لها ان سلاح الاوجر لوكس اللي معاه هيعمل مشاكل كتير بعد كده وعشان كده لازم نتخلص منه في البدايه. فبتساله اذا ما حدش لمس اختها زي ما اتفقوا، فبيقول لها طبعا، فهو راجل صاحب كلمه وعشان كده بتوافق تشارك وتنفذ طلبه. بعد كده بتبدا مراسم افتتاح الفينيكس فيستا وبيرحب رئيس لجنه الاداره اللي اسمه ماتياس بالمشاركين والحضور. فبيتفاجئ ايتو من سنه الصغير، فبتقول له جوليس ان فاز بالفينيكس فيستا لما كان طالب زمان وعشان كده هو شاطر جدا. بيقول لها ان ده معناه ان هو واحد من الاعضاء التنفيذيين في المجره مش كده؟ فبتقول له ايوه فعلا. ولما كسب الفينيكس فيستا طلبوا منه الانضمام للجنه الاداره مباشره بعد ما اتخرج، وكمان بتقول له ان هو شخص عنيد. وفجاه بيبص له ايتو وبيتفاجئ لانه بيحس ان هو بيبص له ما بين كل الحضور بشكل غريب، لكنه بيقول ان ممكن يكون بيتخيل، لان ميدياس كمل كلامه وقال للطلاب ان السنه دي هيسمحوا بمشاركه الالات المستقله، لان ده هيسيب فرصه للكل ان هم يشاركوا ومش هيخلي افضليه الاكاديميه على الثانيه، ده غير انه هيضمن لكل المشاهدين مشاهده ممتعه. فبيتفاجئ كل الطلاب من القرار المفاجئ ده وبتبدا المباريات بعد كده، ولكن باقي شويه وقت على المباراه بتاعه ايتو وجيليس، وعشان كده بيروحوا يتغدوا في الطريق. بيشوف ايتو ليستر فبيروح يعرض عليه ان هو يتغدى معاهم، ولكن ليستر بيرفض وبيقول له هو انا هقول لك كم مره ان انا مش عايز نبقى اصحاب. لكن ايتو بيبتسم وبيقول له ان هو ما كانش قصده كده، فهو كان عايز يشكره لانه سلفه السلاح بتاعه مش اكتر. لكنه بيتعصب وبيقول له ان هو مش محتاج شكره وبيسيبه وبيمشي، بس قبل ما يكمل طريقه بيقول له ان هو مستني يقابل الفريق بتاعه واحسن لهم ما يخسروش قبل ما يعمل ده. فبتيجي سيا وبتتكلم مع ايتو وبتفاجئهم كيرين وبتيجي تقعد معاهم وهي جايبه لهم غدا وبتقول لهم ان هي خلت سيا تعلمها تعمله ازاي وحضرته بنفسها علشانهم. فبتتفاجئ جوليس ان سيا بتعرف تعلم الطبخ كمان، ولكنها بتتفاجئ اكتر لما بتشوف الاكل اللي حضروه وخصوصا بتاع سيا، وبتقول لها انا مش فاهمه انت عملت كده ازاي. لكن ايتو بيوقفهم قبل ما يتخانقوا وبياخدهم علشان ياكلوا كلهم مع بعض، وبعد ما بيخلصوا اكل بيشكرهم وبيكون باقي وقت قليل على بدايه القتالات. فبيفتح ايتو الشاشه بتاعه المسابقه وبيتفرج على البنتين المعلقين اللي بيشرحوا اكتر عن المسابقه. بنعرف ان الفينيكس فيستا هتستمر لمده اسبوعين، وكل الجولات التمهيديه هتكون في الاسبوع الاول، وافضل 2 زوج هيفضلوا موجودين، والمواجهات هتتحدد بنظام القرعه في الادوار النهائيه وكانها مسابقه جديده، وكل اكاديميه هتكسب نقاط في المباراه النهائيه، والمباراه هتنتهي لما الشاره بتاعه الخصم تتكسر او يفقد الوعي او حتى يستسلم. خصم ايتو وجيليس كانوا طلاب من اكاديميه جالاروس وكانوا في الترتيب الاول، ولكن ايتو كان اكل الجو لانه الطالب الوحيد اللي رقم 1 في الاكاديميه بتاعته، وكمان في فيديوهات كتير منتشره لقوته، وعشان كده الكل كان متحمس للمباراه بتاعته. ومش كده وبس، ده هو مع الاميره جوليس اللي كانت مشهوره بانها الافضل. بتبدا المعركه الاولى ليهم، وفي بدايه المعركه بتقرر جوليس تسيب المهمه دي على ايتو لوحده، فبيمسك ايتو السيف بتاعه بضربه واحده بس بيقدر يدمر الشارات بتاعه الخصمين من غير اي مشاكل، وبينبهر الجمهور من اللي حصل. بتكون جوليس مبسوطه لانهم كسبوا وفي نفس الوقت حافظوا على التكتيك السري بتاعهم، وكانت بتتمنى يكملوا بالشكل ده. فبيقول لها ايتو ان هو محتاج ما يخليش اي حد يعرف ان في حدود لطاقته، فبتقول له ايوه، وبتطلب منه يستعد لمقابله الصحفيين. بتقول له حاول اتملص من اسئلتهم، فالكل هيحاول يخفي نفسه وقوته على قد ما يقدر، وكانت عايزه ان هم يعملوا نفس الشيء. بيخلصوا المقابله بتاعه الصحفيين بعجوبه، بيرجعوا للاوضه بتاعه الاستراحه، وهناك بيقابلوا ايشيرو اللي كان جاي علشان يشوف المباراه الثالثه. المباراه دي كانت بتاعه اكاديميه الكونت، وبيقول لهم ان هو حاول يروح الاوضه بتاعه الاستراحه بتاعتهم علشان يعمل معاهم مقابله، ولكنهم طردوه مباشره، وعشان كده جه يتفرج على المباراه معاهم. وبالفعل بيجي وقت المباراه وبيقعدوا كلهم يتفرجوا عليها. بتتكلم المعلقه وبتقول ان الدمى اللي اكاديميه الكونت بيعملوها بيتحكموا فيها عن طريق البشر، وعشان كده من الصعب ان هم يهزموا الجينيس، ولكن من الواضح ان السنه دي الوضع هيكون مختلف. فبيتفاجئوا كلهم لان ايرين بتقرر تقول لهم شويه معلومات عن الدمى اللي عملتها، ورغم ان كاميليا بتخاف ان هم يخسروا بالشكل ده، ولكنها كانت واثقه ان هم هيكسبوا. المعلومات هي ان الروبوتين دول مستقلين عن بعض وكل واحد عنده شخصيه مختلفه، والمفروض ان الروبوتين دول هيواجهوا فريق من اكاديميه لولف. فبيتفاجئ فريق لولف جدا من اللي حصل، ولكنهم ما كانش عندهم مفر غير انهم يواجهوهم. فجاه بيتكلم واحد من الروبوتات دي واللي اسمه الدي، وبيقول ان هو ناوي يسيب لهم دقيقه كامله من غير ما يهجم عليهم، وبيطلب منهم يهجموا بكل قوتهم. بتفرح ايرين من تصرفاته، ولكن الروبوت التاني واللي اسمها ريمسي بتضربه، بتقول له ان هو روبوت ضعيف ومن الواضح انه محتاج صيانه وهيعمل مشاكل للسيد بتاعهم، لكنه بيقول لها انه كان عايز يوري الكل مدى روعتهم. فبتقول له ان هي فكره كويسه وتستحق التقدير، ولكنها ضربته لانها كانت متضايقه منه شويه. بتقرر تلتزم بالوعد اللي وعدوه للبشريين اللي بيواجهوهم، وبالفعل بيوافق فريق وولف على الكلام بتاعهم ده. بيقرروا يوروهم قوتهم، وبيهجم واحد منهم على الدي بحركه خاصه من حركات اكاديميه لولف، واللي كان من الصعب
صعب انه يتفاداها، ولكن إلدي بيتصدى لهجومه بكل سهوله. بيتصدم الواد وصدمته بتزيد اكتر لما بيشوف زميله هو مش عارف يواجه ريمسي، وكمان الوقت بيفوت وباقي منه 30 ثانيه بس. فبيحاولوا يخلصوا المعركه قبل ما الروبوتات تبدا هجوم عليهم، لكن الدقيقه بتخلص من غير ما يعملوا اي حاجه. وبعد ما الدقيقه بتخلص المعركه بفوز الروبوتات بعد هجوم عليهم. فبيتصدم كل اللي موجودين من قوتهم. بتقول جيليس ان هم يحتاجوا مجهود كبير جدا علشان يقضوا عليهم، ولكن مجرد ما المباراه دي بتخلص بيتصل ابو سيا بيها وبيقول لها ان الروبوتات دي بتستخدم 5 احجار من احجار اسمها الماندا، والاحجار بتاعه الماندا دي هي اللي بتكون الاسلحه، وبيقول لها ان مستحيل يكون في بشري قدر يعمل ده، واكيد اللي عملهم هم اصحاب العقول الصناعيه، وبيعرفها ان هو عمل لها سلاح جديد، وكمان بيسالها اذا كانت اخدته ولا لا. فبتقول له لسه، فبيقول لها جربه في اوضه التدريب بما انها مش هتعرف تجربه غير بعد المباراه الاولى. بعد كده بتسيبهم وبتمشي علشان تروح اوضه التدريب زي ما طلب منها ابوها، وبتروح كيرين معاها وبيكملوا باقي التدريب بتاعهم. اما ايرين فبتقابل الروبوتات بتاعتها وهي فرحانه بتقول لهم ان هم كانوا كويسين، فبتشكرها ريمسي وبتقول لها ده بفضلك اصلا. لكن إلدي بيضحك وبيقول لها امال انت كنت فاكره ايه؟ فبتتضايق ريمسي منه وبتضربه وبتقول له بلاش يتكلم بالاسلوب ده قصاد السيده. لكن ايرين بتوقفها فبيسالها إلدي عن سبب ضعفه قصاد ريمسي رغم ان هم في نفس المستوى تقريبا. فبتقول له ده لانها بنت، والبنات دول بنات الطبيعه على عكس الاولاد اللي بيهدموها، يعني من الاخر علشان هي بنت وانت ولد. وبعدها بتسيبه وبتمشي. تاني يوم بيكون ميعاد المباراه بتاعت سيا وكيرين، وبيحاول ايتو وجوليس ان هم يروحوا في الميعاد ولكنهم بيتاخروا لان كان عندهم تدريب. وفي الطريق بيشوفوا خناقه في الشارع فبيروحوا يشوفوا ايه المشكله، وهناك بيقابلوا ايرني. فبتتصدم جوليس اول لما بتشوفها وبتقول لايتو انها في الصفحه الاولى لاكاديميه لولف، وعشان كده بيكملوا فرجه على المعركه. في النهايه بتخلص ايرني القتال بعد ما بتفوز، وبتبص على الناس اللي واقفين وهي متضايقه، ولكن فجاه بتشوف ايتو بتفتكر انه الشخص اللي طلبوا منها تتخلص منه، فبتروح تتكلم معاه ولكن جوليس بتقف قصادها. بتسالها انت عايزه ايه من شريكي؟ فبتضايق ايرني وبتقول لها تبعد عنه وملهاش دعوه بالموضوع ده، ولكن جوليس بترفض. فبتخرج ايرني السلاح بتاعها، ولكن ايتو وجوليس بيبعدوا بسرعه اول لما بيشوفوه. فبتضحك ايرني وبتقول لهم ان عندهم ردة فعل كويسه، بس قبل ما تكمل القتال بتوصل اختها واللي اسمها بريشيل وبتوقفها وبتعتذر لهم عن اللي حصل وبتخليها تعتذر غصب عنها. اول لما بتمشي بتقول جوليس لايتو ان كلوديا بعتت لها شويه معلومات عن بريشيل ولكنها غير مصنفه والمعلومات بتاعتها قليله جدا، وكل اللي يعرفوه ان هي شريكه ايرني. فبيستغرب ايتو وبيسالها هي ليه وقفت قصاد ايرني لما حاولت تكلمه. فبتقول له لانها قالت ان الموضوع ملوش علاقه بيها، وده معناه ان هي بتستهدفه، ومن الواضح ان اكاديميه لي وولف بيخططوا لحاجه خطيره. كانت عايزه تقول له معلومات اكتر ولكن بيجي لهم اتصال وبيعرفوا ان مباراه سيا وكيرين بدات بالفعل، فبيطلعوا يجروا على هناك. في الوقت ده بتستعد سيا للمباراه بتاعتها هي وكيرين، وبيضطروا يبداوا رغم ان ايتو ما كانش موجود، وكانوا الخصمين بتاعهم اقوياء جدا. فبيتفقوا ان كل واحد فيهم يتخلص من واحد منهم، وبتاخد سيا الكبير فيهم وبتروح كيرين تتعامل مع الثاني. بتخرج السيف بتاعها التقليدي وبتبدا تقتل وتهجم عليهم، وفي خلال لحظات بتقدر تكسر الشاره بتاعته وتفوز عليه. كده ما عادش بقى غير سيا اللي بتستخدم السلاح بتاعها كسيف للقتال لشويه وقت برضه لحد ما بتيجي اللحظه المناسبه، وبعدها بتضرب طلقه ناحيه الخصم بتاعها وبتتخلص منه بكل سهوله. بتنتهي المباراه بفوزهم هما الاثنين، وبعد ما بيخلصوا بيرجعوا للاوضه بتاعتهم، وهناك بتتكلم كيرين مع سيا عن السلاح بتاعها، وبتعرف ان هي غيرته وخلته ثابت اكتر من الاول علشان يساعدها وهي بتخرج الطاقه بتاعتها على هيئه طلقه، وعشان كده قدرت تتفادى الهجوم بتاعهم في المباريات. بتستمر المباريات لحد ما بيجي اليوم الخامس وبتبدا الجوله الثانيه، وبيجي وقت مباراه ايتو وجوليس. المره دي بتقرر جوليس تتولى المباراه لانها سابت الموضوع على ايتو المره اللي فاتت. المره دي كان خصمها بنتين من اكاديميه كومفال، فبيحاول البنتين ان هم يهجموا على جوليس في البدايه ولكنها بتصد هجماتهم. بتهجم عليهم بهجمه الظهور المتفجره، فبتقع واحده من البنتين وهي بتحاول تتفادى الهجوم، وفي النهايه بتتصاب والشاره بتاعتها بتتكسر. لكن البنت الثانيه بتقدر تصد الهجوم، فبتفتكر ان هي قدرت تتغلب على جوليس، ولكن في نفس الثانيه جوليس بتهجم عليها وهي واقفه في مكانها وبتتخلص منها وبتفوز بالمباراه. وبعد ما بيخلصوا بترجع هي وايتو لاوضه الاستراحه بتاعتهم، فبتسالهم ناوي يعمل ايه باقي اليوم. فبيقول لها انه عايز يحضر مباراه سيا وكيرين علشان يشجعهم، ولكن مجرد ما هيوصلوا هتكون المباراه خلصت. فبتقول جوليس ان هم ما اتغدوش برضه، وبتطلع سندوتشات عملتها بنفسها وبتخليه ياكل منها، وبتساله عن رايه فيها. فبتفرح جدا لما بيقول لها ان هو طعمها حلو قوي وانه ما كانش متوقع ان هي تكون شاطره في الطبخ كده برضه. فبتطلب منه يمسح على راسها زي ما عمل مع سيا وكيرين، وبالفعل بيعمل لها كده وهو مكسوف، ولكنها بتتكسف جدا وبتفتح شاشه المباراه علشان تغير الموضوع. بيتفاجئوا لما بيلاقوا ان المباراه اللي شغاله بين ليستر وصاحبه وخصمهم هي ايرني واختها، فبتستخدم ايرني السيف بتاعها اللي بيأثر على الجاذبيه وبتشد الاهداف ناحيتها، ولكن ليستر بيلاقي طريقه يتغلب بيها على قوه السلاح ده، وبيحاول صاحبه انه يهجم على اختها ولكنه بيتاثر من قوه سلاح ايرني ومش بيقدر يتحرك. فبيحاول ليستر ينقذه، ولكن ايرني بتديله ضربه الاول وبتروح تزود قوه الجاذبيه لحد ما راند بيتخانق وبيستسلم. ليستر بيقوم يكمل وبيهجم عليها بكل قوته، بالفعل بيقدر يصيبها، ولكنها بتقوم وبتقرر تهجم عليه هي كمان بكل قوتها، بتروح تمص دم اختها. في الوقت ده كان ايتو بيتفرج مع جوليس على اللي بيحصل، ولكن ما كانش فاهم ايرني بتعمل ايه. فبتقول له ان اختها دي غالبا متجدده، يعني شخص عنده قوه علاجيه كبيره، ومن الواضح ان هي من النخبه لانها بتعوض الدم المفقود كمان، وده يعتبر سلاح جديد. فبتروح تمتص دم اختها لان السلاح بتاعها بيحتاج انها تدفع دمها مقابل علشان تستخدمه، ولو فضلت بالشكل ده جسمها هيقف، وده معناه ان هي محتاجه تستخدم جسم تاني، وده معناه برضه ان هي مصاص الدماء. اول لما بتخلص امتصاص الدم بتروح تكمل المباراه مع ليستر، وبتستخدم السلاح بتاعها علشان تمنع حركته عن طريق الجاذبيه، وبتهجم عليه
عليه بعدها ولكنه بيحاول يصد الهجوم بتاعها ده، فبتزود قوه الجاذبيه لحد ما بيكونش قادر يتحمل وبيستسلم في النهايه. بيروح ايتو يقابل كلوديا بعد كده، فبتبارك له لانهم اتاهلوا للجوله النهائيه، وبتقول له انه وحشها جدا، وده لانهم ما اتكلموش بقالهم فتره كبيره. بس فجاه كلامهم بيتقطع لان كيرين بتتصل بيته وبتقول له ان سيا ضاعت منها. كانوا بيتمشوا مع بعض ولما ندهت عليها من المحطه الاذاعيه قالت ان هي تايهه، فبيقول لها ان هو هيروح يساعدها تدور عليها. بيعتذر لكلوديا لانه مضطر يسيبها ويمشي، وبيقول لها انه هيبقى يعوضها مره تانية. بيروح يدور على سيا وهو في الطريق بيشوف إيرشيل وهي بتهرب من مجموعه اشخاص بيحاولوا يقبضوا عليها، فبيساعدها ان هي تهرب منهم. فبتحس إيرشيل بالامتنان وبتشكره على مساعدته، فبيقول لها ان مفيش داعي للشكر وبيسالها هم ليه بيلحقوها. فبتقول له ان هم غالبا اشخاص من الكازينو وان اختها عملت معاهم مشاكل من قريب، لكنها بتدافع عن اختها بعد كده وبتقول له هتفهمها غلط، فهي تبان عنيفه ولكنها طيبه جدا. في نفس الثانيه بتوصل إيرنا عندهم وهي متعصبه ورايحه تهجم على ايتو، بتقول له هو انت اتجرأت ولمست شعره من شعر اختي؟ لكن اختها بتقول لها ان ايتو ما عملش اي حاجه بل هو ساعدها كمان، ولكنها مش بتوافق تسمع الكلام وبتقول لها ايه اللي هيخلي ايتو ينقذك؟ ايه اللي هيخلي حد زي ايتو ينقذ اعدائه؟ فبيتفاجئ ايتو بيقول لها اعداء مين يا شيخه؟ كان لسه هيستعد لقتالها في الوقت ده هو كمان، ولكن إيرشيل بتتدخل في الوقت ده، واول لما بتكلمها بترجع إيرني لطبيعتها، بتشيل السلاح بتاعها وكانها كانت تحت تاثير منوم مغناطيسي، واول لما بتفوق بتتوسل لاختها ان هي تسامحها، فبتطلب منها ان هي توعدها ما تاذيش اي حد تاني. بتوعدها من غير اي نقاش، ولكنها بتسال ايتو هو انت ايه اللي كان ممشيك من نفس المكان؟ بس قبل ما يرد عليها بيجيله اتصال من سيا اللي بتطمنه ان كل حاجه بقت كويسه وانها قدرت تقابل كيرين. فبيقفل معاه وبيقول له إيرن انا كنت بدور على صاحبتي زي ما انت شايفه. فبتحس إيرن بالاحراج وبتقول له ان هي مديونه له بالشكل ده، وعشان كده بتوري له القائمه بتاعه المباريات النهائيه. بعد كده بتروح إيرني عند دريكو وهي بتهجم على المقر بتاعه متعصبه جدا، وبتساله الاختها اتعرضت للهجوم، فهم اتفقوا ان هو لازم يحافظ على سلامتها. فبيقول لها ان في الطلاب مش بيسمعوا اوامره، وبعدين ايه المشكله لو اتعرضت للاذى شويه، فهي متجدده يعني. فبتتعصب إيرني وبتهجم عليه ولكنه بيصد الهجوم، وبيقول لها ان المجموعه ما كانتش هيقدروا يخرجوا هناك لان ايتو كان موجود. فبتقول له ان هي كده مديونه لايتو ومش هتقدر تقتله، وعشان كده هتحاول تحل الموضوع بنفسها. بتطلب منه ما يتدخلش، فبيقول لها اعملي اللي انت عايزاه، وبعدها بيسيبها تمشي، وبيطلب من البنت اللي اسمها كورانا ان هي تستخدم قوتها وتقرا الطالع. فبتقول له ان هم هيكسبوا ايتو، فبيخليها تستدعي رئيس مجلس الطلاب، وبيحاول يستعد هو كمان، وبيتصل بحد اسمه العين الذهبيه رقم 7. اما إيرشيل فبتطلب من ايتو ان هو يروح يتعشى معاهم لانها عايزه تشكره، وبالفعل بيوافق. بيروح يقول لجوليس لكنها بتتضايق وبتقول ان هم هيكونوا اخصامهم بكره، فبيقول لها ان هو عارف ده ولكنهم اصروا يشكروه. بيروحوا بعد كده لبيتهم وبيقعدوا مع إيرني على ما بريشل تحضر العشاء، لكن إيرني كانت متضايقه من وجودهم وبتقول لجوليس انا ما طلبتش منك انك تيجي انت كمان. فبتقول لها جوليس انه شريكها ومحتاجه تطمن عليه، ولكن إيرني بتستهزأ بيها وبتقول لها هو انت قلقانه عليه كده ليه؟ وقبل ما تدور الخناقه بتوصل إيرشيل بالاكل عندهم. بيقعدوا هادين بعدها وبتعرفهم إيرني ان هي تروح الكازينو لانها محتاجه فلوس، فهي استلفت فلوس كتير من دريك من كام سنه ومضطره تنفذ اوامره، وده علشان تسدد الدين اللي ما بينهم، والعقد اللي وقعته بيجبرها تشارك في كل مهرجانات الفيستا، ومش هتعرف تدفع له فلوس عن طريق الجوائز بتاعه المهرجان كمان. بتعرفهم ان دريك امرها تتخلص من ايتو لان السلاح بتاعه ده هيعمل لهم مشاكل، فهي سمعت ان في حد تاني كان مع السلاح ده في الماضي. فبيتصدم ايتو كل اللي بيجي في باله اخته وقتها، وبعدها بيشكر إيرن على المعلومات بتاعتها دي، وبتوصل إيرشيل بالاكل بعد كده، وبيقعدوا ياكلوا كلهم مع بعض. قبل ما يمشوا بتعتذر لهم إيرشيل مره تانية على المشاكل اللي اختها عملتها، ولكن جوليس بتقول لها عادي، فهي كده كده هيرجعوا اعضاء بكره. لكن بيلاحظ ايتو ان إيرشيل متضايقه من المبارزه بتاعت بكره دي، فبتقول له ان اختها بتقاتل علشانها، وانها حتى مش هتتراجع حتى لو بتاخد دمها، فهي بتحتاج دمها علشان تغذي السلاح، ولكنها خايفه منه لانها بتبقى عدوانيه بشكل كبير. فبيتكلم ايتو مع جوليس عن موضوع السلاح ده وهم ماشيين، ولكنها بتقول ان هي فاهمه شكوكو، ولكن المهم دلوقتي ان هم محتاجين يكسبوا. فبيروح عند كلوديا علشان يكلمها في الموضوع، بس اول لما بيوصل عندها بيتصدم لانها بتخرج السلاح بتاعه وبتهجم عليه كانها واحده تانية من اعدائه، وبتستمر في الهجوم عليه. بس بيلاحظ ايتو ان هي مش في وعيها، فبيحاول يفوقها لحد ما بتفوق في اللحظه الاخيره. فبتكون مصدومه وبتعتذر له، فبيسالها ايه اللي حصل معاها، ولكن قبل ما تجاوبه بتطلب منه يكون عضو في فريقها في مهرجان الجريس اللي جاي. بالفعل ايتو مش بيعترض طالما جوليس هتكون معاهم، فبتحس كلوديا بالغيره شويه لانها كانت متوقعه رده ده. بتقول له ان هي هتخليها كمان تنضم للفريق، وبعدها بتساله سؤال غريب وبتقول له اذا كنت مت قبل كده، فهي ماتت اكتر من 1200 مره، فاي حد معاه سلاح الاوجر لوكس واللي هو السلاح بتاع ايتو لازم يجرب الموت، فهي بتموت كل يوم في احلامها. والاسوء ان هي ممكن تشوف المشهد بيتكرر مرتين، وبتشوف كل الطرق اللي بتموت بيها ومفيش حد يقدر يسيطر على السلاح ده. فبيتفاجئ ايتو من قدره تحملها، ولكنه بيقلق عليها، فبتقول ان هي عندها امنيه واحده بس محتاجه تحققها، وعشان كده محتاجه سلاح الاوجر لوكس ده علشان توصل لها، ولكنه بتقول ان الامنيه دي سر. فبيسالها عن رايها في السلاح بتاع إيرني، فبتقول له ان من المعروف ان الاسلحه بتاعت الاوجر كلها عندها شخصيات بشريه، فبعضها كويس وبعضها وحش. فبيسالها عن سلاح السير فريستا، فبتقول له ان عنده صفات كويسه بس ممكن يبقى عنيد من وقت للتاني. بتقول له ان سلاحها عنده شخصيه سيئه زي شخصيتها. فبيسالها عن سلاح إيرني، فبتقول له ان هي مش بتحب تتكلم عن الاسلحه بتاعت الاكاديميات التانيه، لكن من الواضح ان هو خطير، واحيانا بيتدخل السلاح في الشؤون بتاعت صاحبه، وبيلعب في عقولهم وشخصيتهم كمان واشكالهم علشان يتناسبوا مع رغباته. فبيفتكر ايتو التغيير اللي حصل لإيرني لما مسك
مسكت السلاح بتاعها وبيشكر كلودي على مساعدتها وبيسيبها وبيمشي. وبنعرف ان إيرين كانت بتسمع كلام رئيس الطلبه بتاع الاكاديميه لانه ساعدها لما هربت هي واختها وكانوا لوحدهم من غير لا حول ولا قوه، ووقتها هو اللي اداها السلاح ده وخلاها تنضم لهم. وإيرين كانت حاسه ان ده دين عليها جنب الفلوس وعشان كده كانت مضطره تقاتل وتدخل في المعارك وتسحب الدم من اختها رغم ان اختها كانت بتبقى قلقانه عليها في كل مره. اما ايتو فكان بيستعد قبل المعركه وبيتكلم مع جوليس عن خطتهم، فبيقول لها انه عايز يجرب حاجه ورغم ان هي كانت شايفاه انه مجنون ولكن بتوافق على طلبه بشرط ان هم يفوزوا في النهايه. بيبدا القتال وبيقرر ايتو يحرك كل قوته في البدايه ويتخلص من الختم اللي عليه، ولكن إيرين كانت مستعده فبتبدا جوليس بالهجوم عليها لتشتتها. بعد كده بينطلق ايتو ولكنها بتصد هجومه ولكنه بيستمر في الهجوم عليها بنفس الشكل مع مساعده جوليس. فبتستخدم إيرين قوه دم اختها وبتهجم عليهم ولكنهم بيتفادوا الهجوم، فبتستخدم تقنيه دفاعيه علشان تحميها هي واختها وبتسحب دم منها تاني. فبيحاول ايتو انه يتكلم مع إيرين علشان يفوقها ولكنه مش بيعرف، وبتستمر المعركه ما بينهم باقصى قوتهم. بيحاول ايتو انه يدمر السلاح بتاع إيرين ولكنه بيفشل في النهايه، وحتى هي بتلاحظ قوته بيعدي الوقت وما بيكونش فاضل غير وقت بسيط على حدود قوه ايتو. فبتهجم إيرين عليه هو وجوليس بمئات من الكرات المتفجره ومن كل مكان، ولكن ايتو بيركز وبيتخلص منهم كلهم بنفسه. بعدها بيروح يهجم عليها وجوليس بتساعده ولكن إيرين بتوقف الانفجار بتاعها وبتبدا تفقد السيطره على نفسها وبتحكم السلاح فيها تماما، حتى انها كانت على وشك انها تهاجم اختها ولكن ايتو بيتغلب على قوه الجاذبيه بتاعه السلاح، وفجاه بيحس ان في قوه كبيره في السلاح بتاعه، فبيقرر يطلق القوه دي كلها وبيهجم بيها على إيرين رغم القوه الرهيبه اللي عندها، ولكنه بيوقع السلاح بتاعها وبيدمره. فبتفقد إيرين الوعي مع اختها وبكده بيكسب ايتو وجوليس المباراه. بس في وسط فرحه الكل بيقع ايتو لانه وصل لحدود قوته وبيطلق الختم قوته في المكان كله، والكل بيكون مصدوم من اللي حصل. وبكده بيكون السر بتاعه اتكشف لكل الاكاديميات وكل الناس بتعرفه، بس في بعض الاشخاص بيشوفوا ان حتى لو ايتو عنده حدود لقوته لكن اكيد مخبي لهم حاجه تانية. لكن كاميليا وإيرين كانوا شايفين ان الروبوتات هتخلص عليه بسبب حدوده، وبعد المعركه بتروح بريشل للمستشفى، وده لان اختها سحبت منها دم كتير، فبتعتذر لها إيرين على اللي عملته وبتعرفها ان هم خسروا وايتو دمر السلاح. بس الغريب ان رئيس مجلس الطلاب عندهم ما عمل لهمش حاجه، فبتطمنها إيرشيل لانها هتفضل جنبها وهتحاول تزود قوتها لحد ما تبقى اقوى منها وتحميها. في نفس الوقت بيفوق ايتو لكنه كان لسه تعبان من ختم القوه، بس رغم ده كان متفائل. جوليس بتتعصب عليه بسبب حالته فبيقول لها ان هو مضطر يكمل بالشكل ده، فهو وعدها ان هو هيفضل جنبها ويساعدها وهيستمر في كل ده حتى كل مره، بس قرر ان المره اللي جايه هيواجه الختم بتاعه تماما. فبتطمنه جوليس ان هو مش لوحده وانها هتفضل جنبه وهتحميه. وهنا بتخلص قصتنا، بس الفينيكس لسه ما خلصتش، لسه في اسرار وقوه ايتو ما عرفناش عنها حاجه. فيا ترى ايه اللي مستخبي ورا الختم ده، وليه دريك بيستهدف ايتو، ومين هي اخت ايتو اساسا؟ كل ده هنعرفه في الموسم الثاني لما ينزل. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه وتصلي على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واشوفكم الفيديو الجاي. سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم. صلوا على النبي وسلام.